ولو سمحتِ يا أختي حاولي تنظّمي وقتِك يا حبيبتي، يا صديقتي، يا صاحبتي، حاولي تنظّمي وقتِك في ال10 أيام دول. أنا عارفة إن العبء عليكِ كتير جدًا، وخاصةً لو عندِك أولاد، وخاصةً أكتر لو أنتِ كمان شغالة. ف فأنتِ عليكِ العبء أكتر، فحاولي تنظّمي الوقت. تنظيم الوقت طريقة رائعة، سحر جدًا إنِّك تكتبي كل اللي أنتِ هتعمليه بُكرة من بالليل، دي حاجة روعة. أنا ما شُفتش زيّها الصراحة. أنا في أوقات وقفت عن الحكاية دي، حسّيت باختناق غريب، حسّيت إن أنا وقتي كلّه ضايع. فرجعت تاني للكتابة، ورجعت تاني إن أنا أعمل الroad map لليوم كلّه بتاع بُكرة، أوقات كمان خطط الأسبوع كلّها. فلازم الأسبوع ده بقى لازم تعملي خطة الأسبوع، لإن الأسبوع الجاي أهم أسبوع اللي هيبتدي من ليلة الجمعة اللي هي النهارده بإذن الله، أهم أسبوع في الدنيا في السنة كلّها. لازم تغتنميه، لازم تغتنميه آمم بأي طريقة، بأي وسيلة. معلش أنتِ هتجاهدي أسبوع، هتجاهدي نفسِك، هتجاهدي حاولي تتغلبي على نفسِك وعلى شيطانِك. لمّا هتجاهدي الأسبوع ده بإذن الله هتحسّي إن حياتِك أفضل. الأسبوع ده ممكن يغيّر فيكِ حاجات كتير جدًا، سواء في شخصيتِك، في نفسِك، في أسلوبِك، في حياتِك اللي جاية، سبحان الله يمكن تدعي دعوة حياتِك كلّها اللي جاية تتغيّر للأحسن. أنتِ إيش ضمنِك؟ أنتِ ادعي وسيبيه على الله، ويكون عندِك حُسن ظن ويقين في إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لدعائِك. هو بإذن الله هيستجيب لدعائِك، لازم يكون عندِك الثقة 100%. لو في شك 1% في ثقتِك في ربنا سبحانه وتعالى، دي انسي إن هي تتحقق. لإن اليقين في الله سبحانه وتعالى، واليقين في إن ربنا قادر على كل شيء، ده هو لُب الدعاء، هو لُب الدعاء. اوعي تنسي بالله عليكِ، خططي لأسبوعِك، وأنت برضه خطط لأسبوعك. الأسبوع ده أهم أسبوع في السنة يا جماعة، أو تاني يعني مش هاقول لِك لأ، هو أهم أسبوع في السنة. وطبعًا يوم عرفة ده أهم يوم في السنة، غير طبعًا ليلة القدر هي أهم ليلة في السنة. عندِك ليلة الجمعة برضه النهارده، بالليل هتبقى ليلة الجمعة، وكمان من ال10 الأوائل من ذي الحجة، ياه! حاجة جميلة جدًا. وبرضه الجمعة الجاية ليلتها، ويوم عرفة نفسه يوم السبت إن شاء الله. فحاجة روعة جدًا إن أنتِ تحسي إن حياتِك الجاية كلها مرتبطة بال10 أيام دول، وبقد إيه هتجتهدي فيهم. فحاولي تجتهدي أشد اجتهاد بالله عليكِ، لإن ممكن يكون مصيرنا كله في ال10 أيام دول. أنتِ حاولي، حاولي واجتهدي، حاول واجتهد على قد ما تقدر في ال10 أيام دول، وخاصةً في يوم عرفة. واوعى تنسى واوعي تنسي الدعاء بيقين أن الله قادر على إن هو يحقق لك الدعاء بتاعك، حتى لو كان مش من سابع من ال100,000 مستحيل. سبحان الله، ربنا يقدر يحول الدنيا كلها، يطوع الدنيا كلها سبحانه وتعالى علشان خاطر دعائك، لو انت عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. وبرضو عايزة اقولك لازم تاخد بالاسباب. يعني مش هتدعي تقول يا رب، يا رب مثلا يبقى عندي فلوس كتير جدا وانت قاعد نايم في البيت، لا، لازم تكون بتشتغل، لازم تكوني بتشتغلي. لو انت عايزة ولادك يكونوا احسن ناس في الدنيا، لازم تشتغلي عليهم، لازم تكوني بتجتهدي وتجاهدي نفسك، وتحاولي تنظمي وقتهم، وتحاولي تتعبي معاهم بهدوء وباستقرار. واهم حاجة استقرار نفسية للاولاد. فحاولي في الحاجات دي يعني. بجد ايام مباركة مباركة مباركة، لازم تستغلوها، آه، تستفيدوا منها اشد الاستفادة بجد. انا اعرف حد بجد ما كانش قريب من ربنا، ولا كان متدين، ولا كان اصلا يعني حتى بيصلي، وحس ان هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وجي في الايام دي قعد يدعي، لان هو حس بالخنقه وحس بالاكتئاب، وحس ان هو بعيد عن ربنا، روحه بعيده، روحه حس ان هو مش مرتاح في حياته، عايز يقرب من ربنا ومش عارف. وقعد يدعي في الايام دي ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وقعد يلح على الله في الدعاء، ويدعي بأدعية تانية كتير، ولكن ده أكتر دعاء كان بيلح فيه، لأنه هو حس إن هو بعيد عن ربنا.
وسبحان الله ربنا استجاب له. ودي تقريبا 5 أو 6 سنة. آه، كل سنة لازم في العشر الأوائل من ذو الحجة دول، لازم، يعني مش عايزة أقول اعتكاف، ولكن الدعاء كان يكون بإلحاح. هو طبعا بيدعي طول السنة، بس كان الدعاء في كل سنة كان بيبقى في الأيام دي بيبقى غير، لأنه حس إن الأيام دي الدعاء فيها لربنا سبحانه وتعالى والتقرب من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي غيره. فربنا لما حس إن قلبه نضيف وإن هو عاوزه، وإن هو بيجري له وبيمشي له وبيمشي في طريقه وبيجاهد نفسه، فعلا ربنا أعانه على نفسه وعلى الشيطان، وغيره من جواه، ودلوقتي حاسس بالسعادة، حاسس بالراحة، وحاسس بلذة القرب من الله، بحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. فأرجوكم انتبهوا على الأيام دي، اوعوا تضيعوها من ايديكم. حاولي ترتبي وقتك، النظافة بتاعة البيت حاولي ترتبيها. على فكرة البيت مش هيبقى هيبقى مثلا فانتاستيك طول السنة، لا، البيت برضو هيفضل، يعني مفيش حاجة تقعد نظيفة، لان انتي لازم طبيعي كل يوم تنظفي، كل فترة تنظفي، كل اسبوع تنظفي. فعمر البيت ما هيفضل نظيف طول عمره. فانتي ممكن تبدأي من دلوقتي تنظفي البيت، وبعد كده هو تستريحي الايام دي تخليها لله سبحانه وتعالى، ويوميا تنظفي علشان ساعة بس تنظيف، علشان تقدري تركزي في مش عارفة اقولك في الرسالة. عايزة مش رسالة دكتوراه، لا، ده رسالة اعظم من كده هتعمليها. دي رسالة ليكي انتي، حاجة ليكي انتي لقدام، لأولادك، لآخرتك، لدنيتك، لحاجات كتير قوي ممكن تغير الدنيا كلها حواليكي، ممكن تغير نظرتك انتي للحياة. في ناس بتبقى مكتئبة جدا، بتبقى بجد مخنوقة، ما تعرفوش انتوا الاكتئاب بيوصل للناس وبيبقى عندها اوفر ثينكينج غريب، تفكير في الحاجات الوحشة. الاوفر ثينكينج ده دايما يكون في الحاجات الوحشة، وفي الحاجات اللي حصلت زمان، الحاجات الوحشة، انا ليه ما ردتش كده وليه. لا، لازم تحاولي تغيري من نفسك. في الايام دي فرصة التغيير في حياتنا كلها.